لو حسيت في يوم من التارجت بقى زي الوحش اللي مستنيك على الناصية، تخلص مهمة تلاقي 10 غيرها نطوا في وشك، وكل دقيقة في يومك متقسمة بالثانية عشان تلحق أو عشان ما تتأخرش. لو بقيت ماشي زي التايه وحاسس إنك بتجري في دايرة مفرغة ملهاش نهاية، يبقى أنت كده لبست التارجت ومش عارف تحققه إزاي. طب وليه بيحصل فيك كده؟ للأسف ثقافة إن الشغل يعني سهر وتضحية بالوقت اترسخت فينا بقالها سنين طويلة. كتير من الشركات لسه ماشية بمبدأ كل ما تشتغل أكتر كل ما أنت تبقى أحسن. الأهداف بتترمي عليك بالجملة والمطلوب إنك تنفذ من غير تفكير أو نقاش. لما التارجت يتخطى حدود طاقتك، إيه اللي بيحصل بجد؟ التارجت المفروض يكون دافع، لكن ممكن بيتحول لقيد بيخنق كل حاجة حلوة في حياتك. الموضوع مش مجرد إحساس بالضغط، ده أعمق من كده بكتير. العقل والجسم في حالة حرب. زي ما وضحت دراسة هارفارد بيزنس ريفيو، الضغط النفسي والتوتر بيزيد بنسبة 60% لما الأهداف تكون خيالية. ده بيخليك على أعصابك طول الوقت، مستني الشرارة اللي هتخليك تروح تضرب المدير. الشغل من غير روح. تقرير جالوب بيقول بوضوح، لما مش بتشوف تقدير لجهدك أو حتى نتيجة ملموسة، الحماس والإنتاجية بينزلوا لتحت الأرض، سالب 37%. فليه تتعب وتعمل مجهود وانت عارف إن محدش هيحس بيك؟ الاحتراق النفسي، وده مش دلع، دي حالة حقيقية بتدمر طاقتك، نومك وتركيزك، وبتخليك زي البطارية الفاضية اللي مش بتتشحن. أمراض عضوية. ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والصداع المزمن ما بقاش حاجة غريبة بسبب الإجهاد المستمر. جسمك ليه طاقة محدودة، ولو استنزفتها هتدفع الثمن غالي. تأثير مدمر على العلاقات. الضغط بيخليك عصبي، مش طايق نفسك ولا اللي حواليك، وده بيدمر علاقاتك سواء في الشغل أو في حياتك الشخصية. الوحدة والانعزال بيبقوا ضريبة الشغل الزيادة. ليه بتفضل في الدايرة دي ومش عارف تخرج؟ وده الأسباب معقدة ومتشابكة. غياب الرؤية والأولويات. كتير من الإدارات بتشتغل برد الفعل، بترمي مهام من غير تخطيط واضح، وانت مش فاهم ايه الأهم وايه اللي ممكن يستنى. بتخاف تقول لأ، بتخاف تقول مش هقدر عشان ما تتوصفش بالتقصير أو عدم الالتزام. الخوف من نظرة المدير أو زمايلك بيكون أقوى من حرصك على صحتك ووقتك. ثقافة البقاء للأقوى. للأسف في شركات كتير لسه فيها فكرة إن اللي مش قادر يستحمل الضغط يمشي، وده بيخلي بيئة عمل قاسية وغير صحية. عدم وجود قنوات اتصال فعالة. ممكن تكون شايف المشكلة وعارف الحل، بس مفيش طريقة آمنة أو فعالة توصل بيها صوتك للإدارة. طب هل مفيش حل؟ الحل موجود، بس محتاج شوية شجاعة ووعي. جلسة مصارحة مع مديرك لتحديد الأولويات. ما تخافش تسأله بكل وضوح، من وجهة نظرك إيه هي أهم 3 حاجات لازم نركز عليها دلوقتي، وإيه هو الموعد النهائي لكل واحدة فيهم؟ ده مش ضعف، ده حرفية. لما تعرف إيه المهم، هتعرف تركز طاقتك صح. تحويل الأهداف لأرقام واقعية وقابلة للقياس والمتابعة. بدل ما تقول عايز أحسن خدمة العملاء، قول عايز أقلل متوسط وقت الرد على مكالمات العملاء بنسبة 15% خلال الشهر الجاي. الأرقام بتخليك تعرف بالظبط أنت فين ورايح. مراجعات دورية بناءة. اتفق مع مديرك على ميعاد ثابت كل أسبوع أو شهر تقعدوا فيه تراجعوا التقدم اللي حصل، وإيه التحديات اللي واجهتك، وإيه اللي محتاج يتغير في الخطة. دي فرصة تتكلم فيها بصراحة عن أي ضغط أو صعوبات بتواجهها. فن قول لأ باحترام وذكاء. لما يجيلك شغل زيادة وانت عارف انك مش هتقدر تخلصه بجودة كويسة وفي الوقت المطلوب، قول لأ، وده مش معناه انك مش ملتزم، معناه انك عارف حدود طاقتك وبتحافظ على جودة شغلك. استراحة مش رفاهية، ضرورة. كل ساعة شغل خد على الأقل 5 أو 10 دقايق تفصل فيهم تماما. الاستراحات القصيرة دي بتجدد طاقتك وتركيزك بشكل كبير. تنظيم الوقت مش مجرد كلام. قسم مهامك الكبيرة لمهام صغيرة قابلة للتنفيذ وحدد أوقات معينة لكل مهمة. هتتفاجئ بكمية الحاجات اللي ممكن تخلصها لما تكون منظم. الاستثمار في تطوير الذات. اتعلم مهارات إدارة الوقت والضغط، في كورسات وكتب ومقالات كتير ممكن تساعدك تبقى أكتر كفاءة ومرونة في التعامل مع ضغوط العمل. وضع حدود واضحة بين الشغل والحياة الشخصية. بعد ساعات العمل افصل تماما، اعمل حاجات بتحبها، قضي وقت مع عيلتك وصحابك. ده مش طرف، ده أساس عشان تعرف تكمل بكفاءة. البحث عن بيئة عمل صحية. لو حسيت إن المشكلة أعمق من مجرد ضغط شغل وإن ثقافة الشركة كلها غلط، فكر بجدية في البحث عن مكان تاني يقدر مجهودك ويحترم وقتك وصحتك. الخلاصة، التارجت اتعمل عشان يساعدك توصل لهدفك، مش عشان يدمر صحتك وحياتك. انت إنسان، ليك طاقة وقدرات محدودة، وده مش عيب، دي طبيعة بشرية.